السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وقام، خير من وقف بالمشعر وطاف بالبيت الحرام، خير من صلى بليل ومعظم خلق الله عز وجل نيام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما تلفظ أحدا من خلق الله عز وجل بكلمة الإسلام. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، عباد الله، سوف نستهل لقاءنا اليوم بمشيئة الله تعالى عند ذنب أشد وأشر من الزنا وقتل ولد الزنا، عافانا الله وإياكم. اسمع رعاك الله، إن امرأة جاءت إلى نبي الله موسى فقالت له: يا نبي الله، أريد أن أتوب. فقال لها نبي الله: وما ذنبك؟ فقالت: اسمع ماذا قالت: زنيت وقتلت ولدي من الزنا. فقال لها: اخرجي أيتها الفاجرة. فخرجت من عنده منكسرة القلب، ثم تصر على التوبة. عادت إليه في اليوم الثاني وقالت له: أريد أن أتوب. فقال لها: اخرجي أيتها الفاجرة. فجاءه الوحي، قال: يا موسى، لما رددت التائبة؟ اسمع، أما علمت من هو شر منها؟ فقال موسى: زانية وقاتلة. فمن شر منها؟ زانية وقاتلة، من شر منها؟ قال له: تارك الصلاة عامدا متعمدا أشر عند الله عز وجل من الزاني ومن القاتل ومن الكذاب ومن النمام ومن المرائي ومن المرابي. واعلم أن تارك الصلاة لا يزوج ولا يماشى ولا يستضاف ولا يصاحب ولا يؤكل. اسمع أخي في الله، تارك الصلاة لا يزوج ولا يماشى ولا يستضاف ولا يصاحب ولا يؤكل. تارك الصلاة عامدا متعمدا في وجهه ظلمة، وفي قلبه ظلمة، وفي حياته ظلمة، وفي بيته ظلمة. وهذا ليس من عندي، ولكن اسمع ماذا أنزله الإله، ماذا قال الإله، ماذا قال الله عز وجل في محكم آياته، آيات تتلى وستتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. تارك الصلاة، المعرض عن ذكر الله عز وجل، يحشر يوم القيامة أعمى وحتى إن كان بصيرا. الصلاة وما ملكت أيمانكم. إخوتي في الله،
أوصي نفسي وإياكم بالصلاة على أوقاتها، فتارك الصلاة عامدا متعمدا أشر عند الله عز وجل من الزاني والزانية، والأشد قاتل ولد الزنا. زنت وقتلت ولدها من الزنا، ولكن أشر منها عند الله تارك الصلاة عامدا متعمدا. فاعلم أخي في الله أن تارك الصلاة لا يتزوج، تارك الصلاة لا يزوج ولا يماشى ولا يصاحب ولا يؤكل. إذا جاءك تارك الصلاة فلا تزوجه ابنتك ولا تماشيه، فإن في حياته ظلمة، وفي قلبه ظلمة، وفي بيته ظلمة. ضنك، الضنك كل الضنك في البعد عن ذكر الله عز وجل وعن إقامة الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولكن اسمع رعاك الله، كلنا مذنبون وكلنا مخطئون إلا ما رحم ربي، فكلنا نخطئ ونصيب، ولكن علينا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. اسجد إلى الله عز وجل، فإن في السجود إلى الله عز وجل فضل عظيم. اسجد إلى الله عز وجل، اشكو إليه حالك. في الصلاة تضع جبهتك على الأرض، تهمس في أذن الأرض فيسمعها الله عز وجل فوق 7 سماوات. لا تحتاج أن ترفع صوتك، فقط اهمس في أذن الأرض، اشكو إلى الله عز وجل حالك وادعوه. ولكن وحين تدعوه لا تجرب مع الله، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، لا تجرب مع الله. وعليك أن تعلم أن الله عز وجل حيي يستحي أن يرفع العبد يديه إليه بالدعاء ثم يردهما صفرا خائبتين. فهناك 3 أشياء إن لم يحدث ال3 فستحدث واحدة لا محالة حين ترفع يديك إلى الله عز وجل بالدعاء. الأولى، إما يستجيب الله عز وجل لك الدعاء، وإما أن يرفع عنك البلاء، وإما أن يكتب لك أجر في الخفاء. الله أسأل أن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أسأل الله العلي العظيم أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. وعليك أن تعلم أن حسن الخاتمة ليس مرتبطا بأن تموت ساجدا، فحبيب الله أشرف الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم مات على فراشه، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق مات على فراشه. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حسن الخاتمة: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: فما عسله يا رسول الله؟ قال: يسر إليه عملا صالحا ثم قبضه عليه، وكذلك تكون حسن الخاتمة. وهذا دعائي لكم، عسلكم الله، عسلكم الله. والله أسأل أن ييسر لي ولكم عملا صالحا ثم يقبضنا عليه. اللهم يسر إلينا عملا صالحا ثم اقبضنا عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله أسأل أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يردنا إليه ردا جميلا.
اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وردنا رد الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وردنا رد الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أستودعك أصدقائي جميعهم. اللهم إني أستودعك المسلمين بأسرهم. اللهم لا تبتليهم بمرض، ولا تشقيهم بولد، ولا تسلط عليهم من أهل السوء أحد، واكفهم اللهم من شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اجعلنا ممن خروا لك سجدا. اللهم اجعلنا ممن خروا لك سجدا، وممن لهم بالكعبة عهدا وموعدا، واتبعوا نبيك المصطفى محمدا صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. فإن كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فوارد لا شك فيه، فمني أنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، على أمل جديد بلقاء جديد، إن قدر الله البقاء واللقاء. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته وتوفيقه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.